تخيل كل يوم بتصحى تعبان عطشان على طول، بتاكل كتير وبرضه بتخس، فتروح تعمل تحليل سكر المعدل يطلع طبيعي وتفتكر ان ما عندكش سكر. لكن الحقيقة ان جسمك داخل على مرحلة خطر جدا اسمها البري دايابيتك او الانسولين ريزيستنس، وده معناه ان السكر بدأ فعلا يعلى في الدم، بس لسه التحاليل مش بتكشف الكارثة اللي بتحصل جواك. السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقول لك معلومه في السريع. في الفيديو ده هتفهم يعني ايه مقاومه انسولين، وازاي تعرف انت داخل على سكر ولا لا، وايه الادويه والعلاجات الموجوده اللي ممكن تنقذك قبل فوات الاوان. اول حاجه تعالى نعرف يعني ايه يكون عندك سكر من غير ما تكون مريض سكر. طبيعي الجسم بيفرز هرمون اسمه الانسولين من البنكرياس. الهرمون ده وظيفته ان هو يدخل الجلوكوز جوه الخلايا عشان تستخدمه كطاقه، لكن احيانا الجسم بيبقى مقاوم للانسولين، يعني الانسولين بيبقى موجود فعلا بس الخلايا مش بتستجيب ليه، فبيبدأ البنكرياس يفرز كميات اكبر لحد ما يتعب، وساعتها فعلا السكر بيعلى في الدم، ودي المرحله اللي احنا بنسميها الانسولين ريزيستنس او بري دايابيتك. تعال اعرفك على اهم التحاليل. اول حاجه تحليل السكر الصايم، الطبيعي ان هو بيبقى اقل من 100، لكن في البري دايابيتك بيبقى من 100 ل 125. تاني حاجه هي التحليل التراكمي، الهيموجلوبين A1C، الطبيعي ان هو يبقى اقل من 5.7، لكن في البري دايابيتك بيبقى من 5.7 لحد 6.4. تالت تحليل هو تحليل مقاومه الانسولين، الهوما اي ار، ده بيقيس العلاقه بين الانسولين والسكر في الدم، ولو الرقم طلع عالي يبقى فيه مقاومة حتى لو السكر طبيعي. تعال اقولك على اشهر الاعراض: تعب وارهاق من اقل مجهود، جوع متكرر وعطش مستمر، زيادة الوزن وخصوصا في منطقة البطن، اسمرار الجلد وخصوصا في منطقة الرقبة او تحت الابط، خمول بعد الاكل او رغبة شديدة في الحلويات. لو عندك اكتر من 3 اعراض لازم تعمل تحاليل فورا. تعال اقولك على الاسباب اللي بتخلي السكر يعلى من غير مرض. اول حاجة هي الاكل السيء زي الوجبات الجاهزة والسكر والدهون المشبعة. تاني حاجة هي قلة الحركة، الجلوس لفترات طويلة بيقلل حساسية الجسم للانسولين. تالت حاجة هي السمنة وخصوصا دهون البطن، قلة النوم والتوتر المزمن، وكمان العامل الوراثي ليه دور كبير جدا. تعال اقولك على اهم نقطة وهي العلاج. اول حاجة لازم تغير اسلوب حياتك، هنقلل السكريات والنشويات البسيطة زي العيش الابيض والحلويات وكمان العصاير، هنزود البروتين وكمان الالياف، مارس الرياضة حتى لو المشي نص ساعة يوميا، نام كويس على الاقل 7 ساعات، ما تسيبش نفسك للجوع الشديد، كل وجبات منتظمة وكمان صغيرة. نيجي بقى للعلاج الدوائي. في بعض الحالات الدكتور ممكن يبدأ علاج وقائي لو النسبة في مرحلة الخطر، أهمهم مادة الميتفورمين، وده العلاج السحري لعلاج مقاومة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالسكر. كمان بيساعد الخلايا تستجيب للأنسولين وبيقلل إنتاج السكر من الكبد. أشهرهم في السوق السيدوفاج وكمان الجلوكوفاج أقراص، لازم يتاخد بعد الأكل عشان ما يسببش مغص أو اضطراب في المعدة. مينفعش المرضى الكبد أو الكلى إلا باستشارة الطبيب. تاني مادة هنتكلم عنها هي مادة البايوجليتازون، ودي بتساعد الخلايا انها بتستجيب للانسولين اكتر. وفي ادوية تانية بتساعد على تحسين حساسية الانسولين بشكل طبيعي زي المغنيسيوم وفيتامين دي وكمان الاوميجا 3. ناس كتير بتروح تعمل تحليل سكر صايم وبيطلع المعدل طبيعي، بس لما تعمل تحليل التراكمي او مقاومة الانسولين تكتشف ان في بداية مرض فعلي جوه الجسم، وده اللي بنسميه السايلنت دايابيتس. لو تجاهلت المرحلة دي بعد كام سنة البنكرياس بيتعب جدا، وساعتها هتدخل في النوع التاني من السكر اللي بيحتاج علاج مدى الحياة. لكن المميز في المرحلة دي انك ممكن تعالج نفسك تماما من غير دواء. السكر مش بيبدأ فجأة، هو بيبني نفسه سنة ورا سنة من عادات صغيرة وبسيطة احنا اللي بنسيبها تكبر. خلي بالك من اكلك كويس جدا واعمل تحاليلك، ولو شاكك ان عندك مقاومة انسولين روح للدكتور فورا، لان علاج مقاومة الانسولين سهل جدا في البداية، بس لما بيتطور بيتحول لمعركة عمر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وارد عليه. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.